والله انتوا وحشتوني قسما بعز الجلال الله في سماه. وحشني ان انا اظهر قدامكم، وحشني افتح الكاميرا كده واقعد قدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا فترة انقطاع طويلة ملهاش مبرر. والله يا جماعة قسما بعز الجلال الله في سماه ويشهد عليها ربنا كل كلمة أنا بقولها. فترة الانقطاع اللي فاتت ديت ما لها أي مبرر خالص وفاضي. شغلانة الغيط كنت بعملها وقاعد في البيت، من البيت للجامع للغيط بكتير خالص للقهوة لأصحابي. اطلع اشرب فنجان قهوه بالليل وارجع وخلاص على كده. طب الانقطاع دي ليه؟ ما فيش له اي مبررات نهائيه. نفس سبحان الله وقامت رايحه كده خالص من كل حاجه، من الصيد حتى العيد ده ما كنتش باين ناحيته. وما علينا من ده كلياته حرفيا. والله انتوا وحشتوني قسما بعز الجلال الله في سماه. وحشني ان انا اظهر قدامكم، وحشني افتح الكاميرا كده واقعد قدامكم. فان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه ديت ان شاء الله ننزل نعمل فيديوهات حلوه، هنعمل فيديوهات هادفه وجميله الصيادين تستفيد منها. وهنبدا طبعا اولى رحلاتنا مع اخويا ياسر المأذون. يا مأذون حبيبي ابو عبده الغالي حبيبي. هنبدا نطلع مع ياسر ان شاء الله. ياسر من الناس المعدوده في البلد صيادين العجين. ياسر الدنيا قال له لا محمد يوم بنطلع نتراضى ويوم لا. وهي طلعت اسماعيليه كده، الطلعه ديت هي كده دايما. هي اسلوبها ناشف مع الصيادين، اسلوبها حاد مع الصيادين. دايما تقول للصيادين ايه؟ انا يوم اديكوا 10 لا، يوم اديك سمك كبير يوم اديك سمك صغير، اللي عاجبه يجي يصيد فيا يجي، مش عاجبه ما ينزلش عليا تاني ولا يصيد معايا ولا يصيد فيا. هي الطلعه دي كده بتمشيها بلطجه مع الصيادين. فطبعا احنا ايه هنبلطج برضه عليها، واحنا برضه ايه نسلك معاها. وهننزل ان شاء الله باذن الله على في العجين. طبعا انا العجين هو مجهزه في البيت، وعامل عجينه جميله، عجينه صفحه بتاعت عيش صابح. وطبعا احنا يعني هو رغيف العيش وبنبل له ميه وبعدي له نقطه زيت بيطلع بالمنظر الناعم. بصوا العجينه ناعمه ازاي، الصلاه على النبي. بصوا العجينه عامله ازاي، بس انا عينها بطريقه كويسه. واحنا طبعا ان شاء الله مش هنبخل عليكم خالص. وباذن الله الواحد الاحد وقعت مني ليكوا فيديو ان شاء الله 3 4 دقائق 5 دقائق فيديو بس لطريقه العجن، يعني تعجن ازاي واطلع مقدار العجينه ازاي واظبطها ازاي، وايه العيش اللي ينفع وانا بعجن، وايه العيش اللي ما ينفعش. تمام. طيب عشان ما نطولش عليكم، شغال بعود رجع 3 متر 60 مكنه صغيره على خيط 30 اساسي، رمال 25، غماز هو غماز صغير، وحته رصاص فيديو صغير، وصنار مقاس 6. ياسر انت بتقول امبارح 6؟ 5 ولا 6؟ 5 صح يا عم بس انا شايفه والله 6 يا جماعه. انا شايفه يعني معناه اللي مكتوب على العلبه، انا شايف الصنار ده رقم 6. انا شايفه 6. حته عجينه اهيت اهي صغيره اهي، افردها كده بالراحه واحط الصنار بتاعه اهو والف. كبيره اشيل منها حته، ابدا اظبط نفسي على قد الصنار بالظبط. والثانيه نفس الكلام. الصناره كبيره اشيل منها حته اهي، كبيره اشيل منها حته على قد الصنار بالظبط.
طيب احسها ازاي؟ احس ان السناره اول هنا قرطاسين اجمال اهو، اجمال وبين الكل على الرمال اهو بالمنظر الجميل ده. طبعا سمكه العجين بطبيعتها سمكه حراميه، وطبعا السمكه اللي بتخش عليها اكتر سمكه تخش عليها السمكه السلطان. تمام، هنرمي ونتوكل على الله. والله اللي انا بشوفه دي شايف سمكه بني يا اسر اهي، بص مسمومه اهي، شايف بنيه قد ايه؟ والله فيها كيلو ربع كيلو ونص اهي، بنيه اهي مسمومه اهي مقلوبه على ظهرها اهي. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيسموا الميه. يا رب ينسم قلبك، يا رب تنسم في بدنك، يا رب ما يعدي عليك السنه دي الا وتكون مسموم زيها ومرمي في الجبر او مرمي في ترعه وما يلاقوش لك جته يا اللي بتسم السمك ده. والله هكفي البنين عدل هناك، والله في 2 كيلو ونص 3 كيلو هناك اقسم بالله. الواحد مش عارف يعني يعمل مع الناس دي. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، عكروا مزاج الوقت. والله العظيم انا مزاجي اتعكر اقسم بالله. توكل على الله نبدا نرمي، واللي فيه خير قدمه ربنا، والسمك اللي هيجي ان شاء الله يا جماعه هنعرضه لكم في الفيديو. طيب المكان دوت فين يا محمد يا سيد؟ حاطط مياه طحاويه اهي، الكشك بتاعها على البحر اهو. عديت الضحاره هناك اهي، ادي الشمال اهي. واحنا هنا يا جماعه بين مركز بلبس محافظه الشرقيه عند قريه السعدات. خلص صيادين تنبسط، اللي عايز يصيد يا جماعه خلص صيادين تنبسط والناس تسترزق، واللي هي احلى ان شاء الله باذن الله، ولا هنصور وندوكم في الفيديو. معاكم عسل. اول حته تخش عليا اهي. انا واحده بصوا فرد العجين التاني اهو، فرد العجين التاني اهو، عجين الحلال اهو. اي والله حلال اهو، البولت بتاع العجين اهو. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. يلا اول حته سمك يمكن من سنه كامله او سنه ونص اخدها بعد فتره كنت تحت طويله. طمن لك الحمد لله بالشكر يا رب، وان شاء الله اللي جاي بيكوا انتوا احلى باذن الله. يا موجود جاي واقف كمان. حلو يعني السمك فيه الحل الطعم اهو، يعني السمك هنفتح فيه الطعم اهي. ان شاء الله احلى رجاله باذن الله. الله عليك يا بود يلا، يلا بود يلا، الله عليك يا بود يلا. ايه الحلاوه دي يلا؟ الله ينور الله ينور الله ينور الله ينور. جرب عليا كده خلينا نشوفه كده، قول للناس اي كلمه. راجعين ان شاء الله قريب، وراجع الشتاء ان شاء الله، استنونا جاء احلى باذن الله. افتح يا ريس، احلى مسا عليك. الحمد لله على السلامه يا ريس. كشك محطة الضحواية السعدات بالبس الشرقية. صغيرة يا اخي، حلوة حلوة يا اخي حلوة، مع سمكة كبيرة سمكة صغيرة. هي العجين كده اصلا.
ويوم يديك يوم ما اداكش. وعلى عارف يطلع ناسف. الله ينور على الناس. بص 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 بص. او ممكن يكبر دماغك يعني عادي، يعني ممكن تعملها كده زي حبايه الغله كده بالظبط، تديلها كده ودماغك كده فيها وروح. بص غيام السمكه، غيام السمك، نتشه فيه ونتشه ما فيش، واللي جاي احلى ان شاء الله. والقرآن ما انا عارف خارج السن ازاي. يلا يا خالد حلولة يا خوخة، يا خوخة، خوخة ياسر حسن المأزوم. ابن اخويا ما نصحت. حبيبي ابو السيد ابو عبد الغالي. الله ينور يا حاج. الله ينور. في العجين ديت فكها فكها. تسلم يا معلم، واللي جاي احلى ان شاء الله. كده احنا هنفكر يا جماعه ان شاء الله. هو زمان ما قلت لكم كده طرق الاسماعيليه ديت هي نظامها كده، يوم تديك سمك كبير، يوم تديك سمك صغير، يوم تراضيك، يوم ما تتراضاش. هي الطلعه ديت نظامها كده. طيب احنا مش هنبقى بخله زيها، احنا مش هنبقى بخله زيها. طبعا بعد ما تخلص صيد كده وانت معاك كورتين عجين زي كده، ولا هيبصوا العجين عامله ازاي؟ والله شغاله بعجينه، حته عجينه لوز الناب، بصوا عامله ازاي؟ لا بايشه ولا مقروله ولا. يلا ناخدها كده نرميها كور كده في الميه. معاك كورتين ثلاثه زي كده ارميهم في الدور كده. انا مروح رميت كورتين ثلاثه عجين وواحد غيري وغيري وغيري وغيري، تفضل الدور حاضر فيه سمكتين، والسمكه ايه موجوده وبتاكل ومتعوده على الطعمه. والرزق اللي هيطلع مع اي حد ده حاجه بتاعت وجه الله، حاجه بوجه الله، حاجه ربنا بعتها رزق ليه. كده بنهايه الحلقه يا جماعه بتاعتي. استودعكم الله، اترككم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.